كاين الاخوان اللي مثلا كيقول لك انا ضربت يدي مثلا بالموس ولا بالزيزوار ولا بقاو ليا لي طراس في يدي ولا واش غيشكل ليا مشكل. كاين اخوان ديال اللي كيسولوا على التدخين، كيقول لك انا كندخن اما السجائر او لا المخدرات او لا كيتناول المخدرات الى اخره، واش غيشكل ليا مشكل يوم المقابله. كاين مثلا اللي دار عمليه، دابا انا كنهضر يعني على كلا الجنسين ذكر ولا انثى. الله يسعد الصباح، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. جوابا على هذا التعليق ديال هذا الأخ، واش ضعف ولا نقص في النظر كيشكل مشكل يوم المقابلة؟ هذا سؤال غنحاولوا نجاوبوا عليه بصفة عامة، ونجاوبوا على تبع الحالات طرحوهم الإخوان. مثلا اللي عنده نقص في النظر، اللي عنده مثلا كان مشكل مثلا كيلعب كرة وتهرس ولا قدر الله دار الحديد في رجلو ولا في يديه، ولا كيسول واش هادشي غيشكل ليا مشكل. بالنسبه لبعض الحالات كاين اللي مثلا تحرق في يديه ولا في ذاته ولا في رجليه، كما كيعرف الجميع ان ذاك الاثار ديال الحرق كيبقى باين يعني في اللي طراس في الذات ديال البنادم. كاين الاخوان اللي مثلا كيقول لك انا ضربت يدي مثلا بالموس ولا بالزيزوار ولا بقاو ليا لي طراس في يدي ولا واش غيشكل ليا مشكل. كاين اخوان ديال اللي كيسولوا على التدخين، كيقول لك انا كندخن اما السجائر او لا المخدرات او لا كيتناول المخدرات الى اخره، واش غيشكل ليا مشكل يوم المقابله. كاين مثلا اللي دار عمليه، دابا انا كنهضر يعني على كلا الجنسين ذكر ولا انثى، دار عمليه مثلا سواء على الكواطار سواء على شي حاجه في المعده ديالو ولا في كرشو ولا شي حاجه، واش هادشي بصفه عامه كيأثر يوم المقابله؟ فنحاولوا نجاوبوا على هذه الحالات كاملين ان شاء الله. بالنسبه لهذا الشخص اللي تسول على ضعف النظر، غنعطيكم غير صوره كيفاش كيدوز الفحص الطبي عند الطبيب. الاغلبيه كاينين 3 اطباء في المغرب، وحتى في باقي الدول الاخرين راه تقريبا بحال كيدوز الفحص الطبي. فاول ما كتدخل عند الطبيب كتعطيه داك الرساله الموعد ديالك، الباسبور ديالك، التصويرات، العنوان الى اخره. كيعطيك اول حاجه كيعطيك واحد 2 ديال البراوات فيهم وحده ديال التحاليل وحده ديال الراديو ديال الصدر، كتمشي ديرهم على برا. اول حاجه كتبدا بهم، انت كتخرج كتمشي كدير، كيقول لك ها لابوراتوار المختبر فين غادي تمشي دير التحاليل. من بعد غير كتسالي كدوز ديريكتومون للراديو ديال الصدر باش كدير داك الراديو ديال الصدر. من بعد كيقولوا لك ها الوقيته فوقاش ترجع عندنا، انت كضرب حساب، كتكون واحد ساعتين د المكانه ولا 3 سوايع ولا ساعه ونص، ولا كتمشي تسركل شي شويه ولا تاكل شي حاجه ولا المهم تجلس في قهوه على ما توصل داك الوقيته. غير توصل داك الوقيته باش دوز للراديو، تجيب الراديو ديالك ودوز للتحاليل تجيب التحاليل ديالك، كترجع عند الطبيب. غير كترجع عند الطبيب كتعطيهم ليه، ديك الساعه كيقول لك الطبيب كيكونوا تما داك الكاتبات ولا الفرمليات، ولا كتدخلك واحد لا شومبر كتحيد حوايجك. المهم الاغلبيه كتحيد المهم النص الفوقاني، كتعطيك واحد البلوزه كتلبسها، وكتجي الطبيبه كتقلبك يعني تحت داك البلوزه، كدير لك الراديو، التنفس، كتعبر لك بعدا طولو نظر. هما دابا الناس كيسولوا على النظر، كتعبر لك طولو نظر. هاد الاجراءات هادو الاخوان راه ماشي الا لقيتك مثلا عندك النظر ناقص ولا الطول ديالك قصير ولا طويل بزاف ولا غتقول لك راك مرفوض، لا، هادو غير معلومات كتعمرهم في واحد التقرير، في ذاك التقرير الطبي اللي غادي تعطيه لك وتديه معك القنصليه على الحاله ديالك انت كانسان. خصها تعبر الطونسيون وسميتو والعينين والطول والضغط ديال زعما دقات القلب، وتشوفك واش داير شي عمليه وتسولك. ومن بين الاسئله اللي كتسولك واش كتكمي، واش كتشرب، واش سبق لك درتي شي عمليه، واش فايت مرض بشي مرض من الامراض، واش فات بك بوشويكه بحمرون الى اخره. وكتقلبك هنا من عنقك وتقلبك في صدرك في كرشك الى اخره. فهمتوا دابا الاخوان؟ هادشي اللي كيدوز الطبيب. من بعد كيدير لك داك البيكورات اللي كيقول لك عاوتاني شريهم من الفارماسيان على حساب الحاله ديالك، واش كان داز منك بوشويكه، واش داز منك بحمرون، لان كيسولك باش كيعرف واش غيعطيك دي فاكسون وحدين اخرين ولا لا. فما كتجيش مدوزهم راه غيقول لك غتشري دي فاكسون زايدين، كنتي مدوزهم راك بخير وعلى خير. تفاهمنا دابا الاخوان؟ اذا هذا اللي عنده ضعف في النظر ولا نقص في النظر ما عندوش مشكل اخي نهائيا. هكا حتى الانسان اللي ضارب يديه ولا عنده شي حديد في يديه ولا رجليه ولا عنده البرص، كاين الاخوان اللي عندهم البرص كيقول لك واش غيكون عندي مشكل. بتاتا الاخوان ما عندكوش مشكل. حتى بالنسبه للاخوان اللي كيدخنوا التدخين
خص غير ما يبانش عندك شي حاجه في الراديو ديال الصدر، لان راكم عارفين الراديو ديال الصدر راه غايبان لك شي حاجه في الريه ديالك ولا شي حاجه بسبب التدخين، هنا راه يقدر ياثر عليك، ويقدر يطلبوا منك تحاليل وحدين اخرين اللي غادي يصيفطوهم على برا، اللي كتعطل تقريبا واحد شهرين حتى 3 شهور عاد باش كيرجعوا. تفهمنا دابا الاخوان؟ الناس اللي كيتناولوا لا زعما اللي كيشربوا الكحول وداك الشيء نفس الشيء، ما يبانش عندكم غير شي حاجه في التحاليل او لا في الراديو ديال الصدر، ما تخاف حتى من شي حاجه. عادات ديال الاخوان راه كانوا كيكميو يعني المخدرات والاخر وما بان عندهم حتى شي حاجه، وراهم هنا في امريكا ما كاينش مشكل. مي لا قدر الله الا بانت شي حاجه في التحاليل او الراديو ديال الصدر، هنا راه ما لا انا لا الطبيب لا راه بطبيعه الحال غيكون غيأثر عليه. شنو اخر عاوتاني؟ الناس اللي دايرين، هذه هي المهمه، الناس اللي دايرين عمليات ولا قالوا لي انا راه مثلا كان فيا مرض السول وتشافيت منه الى اخره، فكما قلت لهم نيت في الخاص، كانوا هضروا معنا في الخاص، فرجعنا الاخوان الناس اللي داروا بعد العمليه، نهضروا على الناس اللي داروا العمليه مثلا على الكواطار، ولا داروا العمليه، العيالات اللي داروا العمليه مثلا اللي ولدت بالعمليه او لا حيدت سميتها شي حاجه داك مشكل البصرانه الزايده، ولا الرجال اللي داروا العمليه على البروستات ولا شي حاجه هكا، يكفي يكون عندكم يعني داك سميتو الملف الطبي ديال الطبيب اللي دار لكم داك العمليه. صافي الاخوان، هاد سميتو هاد المعلومه هذه راه ضروري تدلوا بها عن الطبيب اللي غادي يدوز لكم الفحص الطبي، تقول لي انا مثلا راه دوزت انا عند الطبيب الفلاني وها الملف ديال العمليه ديالي ولا ديال انني تشافيت من ذاك المرض، راه ما عنديش مشكل. تفهمنا دابا الاخوان؟ غير باش تحيد عليك انه تمشي حتى للطبيب ويقول لك واش فايت درتي شي عمليه، تقول ليه يقول لك اعطيني هذا الملف ولا فوقاش درتيها ولا ضروري خصني نطالع عليه. فهنا علاش كنقول انا الاخوان، اذا كنتي مازال عارف الطبيب معاك كنتي كتبع، من طبيعه الحال راه غيكون عندك ذاك الملف، مازال ما كانش عندك راه غترجع عنده وكيعطيك نسخه من ذاك الملف ديالك، احتفظ بها باش الا طلبها لك الطبيب يوم الفحص الطبي كتعطيها له. تفهمنا دابا الاخوان؟ هادشي اللي كاين فيما يخص هاد الناس اللي عندهم هاد المشكل ديال سميتو دار العمليه ولا عنده شي حاجه في الذات ديالو، ما يخاف حتى من شي حاجه. خافوا الاخوان غير من الامراض المعديه اللي كتنتقل من شخص لشخص اخر يوم الفحص الطبي، هذا هو اللي هذه الا كان فيك مرض معدي غير بلا ما تمشي تدوز، باش نكون معك صريح. وهنا بالنسبه للناس اللي كيدخلوا ولا كيتناولوا المخدرات بصفه عامه ولا الكحول، حاولوا الاخوان الا كنتي عارف عندك الفحص الطبي قريب، حاول اخويا قطع داك المسائل كامله، واحد داك المده اللي انت مازال فيها، قطع ما تكمي ما دير حتى شي حاجه، صباره محمد حتى تمشي تدوز الفحص الطبي ديالك وتدوز الامور ديالك بخير وعلى خير، والله يسهل عليك. تفهمنا دابا الاخوان؟ هادشي اللي كاين. واذا كان شي واحد عنده شي حاله بحال هكا وبغى يستفسر يخلي لنا تعليق في كومونتير، غنحاولوا نجاوبوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كمال يحييكم، تهلاو في راسكم، السلام عليكم ورحمه الله، الله يسهل الامور.